يعني التم يا جدعان، يعني ايه جون ادوارد يمشي؟ يعني ايه؟ يعني ايه عمر ما حد مسك الزمالك بيحب الزمالك؟ الكل بيحب نفسه، الكل بيحب منفعته من الزمالك. يعني احنا مكتوب علينا القهرة ما النوادي كلها يا جدعان، اشمعنى احنا يا جدعان؟ انا عاوز اشمعنى احنا بندمر نفسنا بنفسنا. بيقول لك مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب اللي ما بنشوفهوش اصلا، مش عارف رئيس نادي دي ازاي. اقسم بالله ده عمره ما كان بيطلع حتى يمسك السبوره. اقسم بالله العظيم. بيقول لك اول حاجه خد ايه بقى؟ قبول استقاله جون ادوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، مع توجيه الشكر ليه على الفتره اللي قضاها داخل القلعه البيضاء، تقديرا لما بذله من جهد خلال الفتره اللي فاتت، مع اقامه حفل تكريم يليق بما قدمه للنادي. لا والله، احلف بالله يا جدع. انت مصدق نفسك؟ انت مصدق ان انت نجحت؟ ده انت فاشل يالا انت وهو يالا. ثانيا الابقاء على الكابتن معتمد جمال مديرا فنيا للفريق الاول لكرة القدم، ومنحه كامل الصلاحيات لإدارة شؤون الفريق، مع توفير جميع المتطلبات اللازمة لمساعدته على مواصلة النجاح بعد تجربته المميزة الموسم الماضي والتتويج بلقب الدوري. لا والله. يعني انت مصدق يا اخي؟ انت مصدق اللي انت بتقوله ده؟ انت مصدقه يا اخي؟ انتوا يعني نعمل فيكم ايه؟ ثالثا تقرر انطلاق معسكر اعداد الفريق الاول لكرة القدم يوم الجمعة المقبل ضمن الاستعدادات للموسم الجديد. ده جميع فرق الدوري نزلت. ايه الجديد اللي انت عملته؟ انت ناقص بس 15 يوم والدوري يرجع. هنشوفك، هنشوف معتمد جمال اللي بيطبل اهم حاجة مصلحته الشخصية. حتى معتمد جمال باصص لمصلحته الشخصية. ويأكد مجلس إدارة نادي الزمالك إنه في حالة انعقاد دائم، انعقاد دائم لترتيب الأمور الخاصة بكرة القدم. لا يا باشا. واعلان اسم المدير الرياضي الجديد لقطاع الكوره. انتوا عاوزين تجيبوا واحد يطبل لكم، يطبل لكم صورة صورة عشان التورته تكمل. يعني ايه والله؟ انا مش فاهم. يعني ايه؟ انا كنت خلاص بدات اتعود يعني على مدير رياضي ونظام، واللعيبه تتدرب بره ومحدش بيتكلم وواحد مسؤول. انا كنت خلاص قربت اقول ايه يعني احنا بس موضوع الفلوس وكل حاجه تتحل في نادي الزمالك. ليه؟ عشان موجود جون ادوارد اللي هيمشي الدنيا صح. يعني خلاص كنت بقى يعني كان عندي امل بعد ما نخلص بقى الفلوس نشوف بقى الخطوات الجايه الموسم الجديد، ازاي نقدر نبني على الموسم الجديد والنجاحات الموسم الجديد، ونبدا نشوف ملف الكره هيمشي ازاي. طب يعني المشروع اللي كنت ناويين تعملوه ده لمده 3 سنين، طب هيوصل لايه؟ ايه كميه العشوائيه ديت؟ ايه الفشل ده؟ انا عاوز اعرف يعني ايه الكوارث اللي انتوا بتعملوها دي؟ فشل 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 من مجلس الاداره. اوعى تحسبوا نفسكم ان انتوا نجحتوا. لا 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 لا. اوعى تحسبوا ان انتوا السبب في الدوري. لا 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 لا. والله انتوا اخر حد يعني نديله نسبه صغيره كانوا ان انتوا يعني كانوا مشاركين في الدوري. اللي عمل النجاحات بتاعت الموسم اللي فات دوت هو الجمهور اللي كان واقف، اللي كان بيشجع نادي الزمالك، اللي ما بخلش على نادي الزمالك، اللي واقف لغايه اخر لحظه يشجع نادي الزمالك. هو مهزوم بالثلاثه قدام الاهلي في الديربي، والجمهور بتشجع اللاعيبه وبتسقف له عشان هم مؤمنين به في نهائي الكونفدراليه والملعب مليان نطلع خسرانين وعشان الامل عشان بس جون ادوارد اللي كان ماشي صح. والنظام ربنا بيكافئ الصح، اللي بيمشي صح، اللي ما بيلكش كتير، اللي ما بيعملش مصلحة من النادي، اللي ما بيطلعش على المليان يطلع يتكلم زي احمد سليمان وغيره، حسين لبيب اللي اختفى، اللي ما كانش حد منهم بيعرف يقدر يطلع يواجه الجمهور ويتكلم مع الجمهور. يطلع يتكلم مع الجمهور ويقول كلمة مع الجمهور. لواحد زي الكابتن ناصر اللي كان ماسك مدير الكرة في نادي الزمالك، الراجل المحترم البركة. هو دي سبب نجاح نادي الزمالك الموسم اللي فات. اوعى تحسب ان انت اصلا ليك نسبة 1%. انت فاشل انت وهو، كلكم فاشلين، كلكم بدون استثناء فشلة وناويين تخربوا نادي الزمالك. يا اخي مكتوب علينا ايه المكتوب علينا ليه في اداره نادي الزمالك؟ انا عاوز افهم بس ايه القرارات اللي انتوا بتاخدوها دي؟ ايه المصائب اللي انتوا بتعملوها دي؟ الواحد مش قادر يا جدع. والله الواحد مكسوف مكسوف مكسوف.